في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن أهمية اللوجيستكس مانجمنت أو تنظيم أو إدارة اللوجستيات التسويقية، وإيه أهمية الموضوع ده وإيه دور اللوجيستيك مانجر. النهاردة بنتكلم عن أهداف اللوجيستيك سيستم. هو أنا عايز إيه علشان أنظم عملية اللوجستيات الماركتية دي أو التسويقية؟ انا محتاج ان انا زي ما اتفقنا ان هدفي الالتيميت جول بالنسبه لي ان انا اوصل البرودكتس بتاعتي في حاله جيده في الوقت المناسب وفي المكان المناسب للعميل المناسب اللي يلاقيها وقت ما يحتاج المنتج. ده كده الهدف الاساسي. طب هو انا ممكن اعمل الكلام ده واعلى ما يكون وعلى احسن ما يكون وفي نفس الوقت باقل تكلفه؟ قولا واحدا كده صعب جدا. ليه صعب جدا؟ علشان للاسف الشديد ان انت تجمع ما بين الماكسمايز كاستمر سيرفيس، ان انت بتبقى بتعمل احسن خدمة عملاء، وفي نفس الوقت انك تقلل الديستريبيوشن كوست، ان انت تقلل التكلفة. ده موضوع صعب قوي، لان يعني زي دونت ميكس، يعني غالبا الاتنين مش هيحصلوا مع بعض. لانك لو انت هدفك الاساسي ان انت توصل لماكسيمم كاستمر سيرفيس، ان انت تعلي الرضاء العميل لاعلى درجة، وتبقى عامل خدمة عملاء ما حصلتش، ده بيتطلب ان انت يبقى عندك رابid ديليفري، ان انا اطلب المنتج يجي لي في ساعتها، ان انا يبقى عندي مخزون من الستوك بتاع المنتجات، المنتج ما بينقصش خالص وقت ما الكاستمر يطلبه يحتاجه، ان انا يبقى عندي سياسة خاصة بالمرتجعات، سياسة حرة ان المنتج سهل قوي الكاستمر يرجع المنتج ويستبدله، والحاجات دي كلها من غير اي مشاكل. كل الحاجات دي مكلفة جدا، يبقى ده بيعلي التكلفة. لو انت هتعمل ده زي ما الكتاب بيقول وزي المفروض ما يحصل وبما يرضي الله، يعني لا، هيبقى هتتكلف جامد. وفي نفس الوقت لو انت هدفك كشركة تقلل التكلفة على قد ما تقدر، يبقى التوصيل هيبقى بطيء جدا وهياخد ايام، وهتصنع كميات قليلة من المنتج، فالمنتج هيستهلك، هينقص على ما تصنع غيره. وفي نفس الوقت يعني هت منتظر علشان تشحن كميات مثلا معينة من المنتج، منتظر ان انت تجمع طلبيات كتير علشان تعمل لوت واحد للشحن كده، وبالتالي ده يخلي ايه المنتج يتأخر على الكاستمرز بتوعك، فيبقى نون ساتسفايد او ديساتسفايد، مش راضيين. يبقى هنا بقى ايه، في حالة من العلاقة المعكوسة ما بين التوفير في النفقات فيما يخص يعني النقل والديستريبيوشن وتوزيع المنتج ووصوله للمستهلك، وما بين الكاستمر ساتسفاكشن او رضا العملاء. يعني نقدر نقول ان الالتيميت جول لللوجيستيك سيستم ان انا اوصل لتارجت ليفل من الكاستمر ساتسفاكشن باقل تكلفه ممكن. اوعى تقول ان انا اوصل لاعلى ليفل للكاستمر سيرفيس او الكاستمر ساتسفاكشن باقل تكلفه، ده مش هيحصل. خدمه العملاء بشكل جيد مكلفه، وبالتالي انت مش هتقدر تعملها لو انت مش هتصرف. انما لما توازن ما بين اللي انت هتصرفه، انك توصل لمستوى مرضي، تقدر تقول عليه كده مرضي من خدمة العملاء، فبالتالي انت هنا وصلت، هنا حققت هدفك من اللوجيستيك سيستم، ان انت تظبط عملية اللوجستيات او توصيل المنتج بشكل سليم، ان انت توصل لهدف او ليفل مرضي، او الليفل اللي انت بتطمح اليه باقل تكلفه ممكنه. لكن اوعى العنتريه تاخدك يعني وتقول ايه ده انا هوصل لاعلى مستوى من الكاستمر سيرفيس باقل تكلفه. لا، مش هيحصل، مش هيحصل. الكاستمر سيرفيس مكلفه، ان انت توصل المنتج بتاعك في اسرع وقت ممكن، سياسه الاسترجاع، ان انت تبقى متاح في كل مكان، ان انت يعني الشيبمنت يبقى يعني متاح ورخيص وهكذا. ده مكلف، مش هتقدر تعمله لو انت ما صرفتش كويس على موضوع اللوجستيات دي. هتصرف كويس بس حاول تبقى واصل للحد الادنى، او مش الحد الادنى، الحد المرضي
من رضا العملاء، المنتج بتاعك ما بينقصش، ما يبقاش في نفس الوقت عندك اوفر ستوك، بتوصل في وقت جيد، كل ده تمام ومطلوب وهو ده الهدف. وبما ان العلاقة ما بين اللوجيستيك سيستم بتكلفة اللوجيستيك سيستم يعني ورضاء الكاستمرز علاقة طردية، يعني كلما زادت تكلفة اللوجيستيك سيستم كلما زاد رضاء الكاستمر، هتقلل التكلفة اللي انت هتصرفها على الديستريبيوشن، هيقل رضا الكاستمرز. فانت لازم كشركة تحدد انت عايز ايه. طبعا اي شركة في الدنيا هدفها الربح، مش هدفها السيلز في حد ذاته. يعني انت ممكن كشركة تبيع كميات قليلة جدا ولكن بربحية عالية، افضل من انك تبيع كميات كبيرة جدا بربحية منخفضة. وبالتالي انت برضو لازم تقرر لما تيجي تصرف على اللوجيستكس او على نقل المنتجات وتوصيلها للكاستمرز، انت ممكن كشركة تقول لك لا انا مش هصرف على الحكاية دي كتير، وفي نفس الوقت ايه هقلل السعر بتاع المنتجات بتاعتي. ما انا مش صارف بقى في النقل، وبالتالي بما اني مش صارف على النقل المنتجات فبالتالي مفيش داعي لان اعلي السعر، فاعتبر ده ميزة تنافسية ان انا سعري قليل وما بصرفش خدمة عملاء او في النقل والتخزين والحاجات دي كلها كتير. وبالتالي دي انا هو الكاستمر عارف ان هو لو اشترى المنتج بتاعي سعره اقل من الكومبيتورز، بس مش هيوصلك يعني في الوقت اللي انت عايزه بالشكل اللي انت عايزه في كل مكان والحاجات دي كلها. والعكس انا ممكن كشركة اقرر ان انا هصرف على موضوع الماركتنج لوجيستكس دي صرف كتير، وفي نفس الوقت ده هيبقى مبرر ان انا ارفع سعر المنتج بتاعي، لان انا بقدم لك ككاستمر خدمة مش هتلاقيها عند المنافسين. فهي الفكرة هنا انت تبقى محدد انت عايز ايه. عايز تخدم اللوجيستكس كتير او بشكل كبير وبالتالي ده يبرر ارتفاع السعر، ولا آه، مش هصرف كتير على موضوع نقل المنتجات والحاجات دي كلها وبالتالي سعري هيبقى منخفض، ودي تبقى ميزة تنافسية في ايه في حد ذاتها. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتينج. افهم ماركتينج كمان موجود على هيئة بودكاست على سبوتيفاي بودكاست وعلى ابل بودكاست وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الايميل افهم.marketing@gmail.com.